السلام عليكم، ازيكم؟ وحشتوني قوي قوي قوي، يعني بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات على القناه. ده حصل ظروف كتير، بس احنا مش هنتكلم عن الظروف دي في الحلقه دي. انا هنزل لكم سيريز ثانيه، محتوى مختلف شويه عن الفتره اللي انا عديت بيها وبعدي بيها وهعدي بيها. فاستنى السيريز دي او يعني السلسله دي ان شاء الله في الايام اللي جايه بعد العيد. النهارده بقى انا جاي اكلمكم عن ساعه، والله العظيم انا شاريها من بدري قوي، بستخدمها من بدري قوي، بس من كتر ما انا مش حابب ان انا اعمل عليها الريفيو ده عشان حاسس ان انا ممكن اكون متحامل عليها شويه، فتاخرت في الريفيو بتاعها. تعالوا بقى النهارده اقول لكم عن مميزات وعيوب ساعه تي 500 او تي 500، وهل تستحق ان انت تشتريها ولا ما تستحقش ان انت تشتريها، وايه اللي عجبني فيها وايه اللي ما عجبنيش فيها. يلا بينا نخش الفيديو واقول لكم بقى بالظبط ايه اللي انا واجهته في تجربتي للساعه دي. ساعة تي 500. الساعة دي نازلة من الساعات اللي هي من الفئة اللي هي الصينية، اللي معمولة في الصين، اللي هي ملهاش شركة كبيرة قوي ان هي بتعمل الساعة وليها كل سنة اصدار والكلام ده. الساعة دي نزلت منتشرة شوية ما بين الشباب، فيها اللي هي تحت المتوسطة بشوية، لان كان سعرها افوردبل او كان سعرها مناسب ان انت تقدر تشتريه، وشكلها حلو شبه ساعة ابل وبتاع، فكانت بتدي منظر كده. بس الحقيقة ان انا لما اشتريت الساعة دي عشان اجربها، لما لقيتها في ايد كذا حد، لقيت ان هي ساعة غريبة جدا. ساعة فيها في الشاشة بتاعتها فيها بيزلز من فوق ومن تحت كبيره، يعني شكلها كده عامله زي في ساعه قديمه كده فضي بنفس الشكل كده، تقعد بقى تعمل تيت 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 تيت. مش فاكر كان اسمها ايه بصراحه. الواجهه الشاشه بتاعتها الديجيتاليزيشن بتاعها او اللي هو الرقميه بتاعتها شكلها قديم قوي، يعني لو حد شافها في ايدك شكلها مش منور، ما فيهاش برايتنس، ما فيهاش السطوع الجامد قوي، ما فيهاش الانسيابيه بتاعه الايقونات، ما فيهاش ان انا ابقى عايز اخش وابتدي ان انا اقلب في الساعه وبتاع. لا، هي شكلها يعني تسعيناتي شويه، عامله زي الجيم بوي اللي كان موجود زمان. هي فيها زرارين، الزرار اللي تحت ده بيبقى زرار الباور والاون والاوف بتاع على شاشه الساعه يعني، والبكره وده بيبقى زرار عشان لو عايز تخش على الابلكيشن. لما بتلف زرار ورا قدام ما بيعملش حاجه. لا، انت لو سحبت من فوق هتلاقي المسجز، ولو سحبت للجنب هتلاقي بقى واجهات مختلفه للساعه. يعني انا في حاجات غريبه كده ما ممكن تجيبها لطفل تكون لطيفه قوي. لو سحبت من تحت هتلاقي اللي هي بعض السيتنجز زي اللي هي متوصله بالبلوتوث، تفتح البلوتوث بتاعها او لا. فايند ماي فون لو انت موصلها بالتليفون تقدر ترجع لو انت عملت سحب من ناحيه الشمال، ودي حساب الخطوات، وفي اللي هو الستايل بتاع الشاشه والسطوع طبعا، وفي المور انفورميشن. عايزين بقى نخش على الابلكيشن، ندوس على زرار البكره اللي من الجنب وهنلاقي ايه ابلكيشنز كتير. طيب احنا لو عايزين نغير من شكل الابلكيشنز هنخش في الجريد اللي احنا كنا داخلين عليها دي، ونغير بقى نعملها مثلا جريد ستايل فتبقى شبه الجريد. نقعد نغير بقى من دي لغايه اما نلاقي ايه حاجه هي دي اللي عجبانا. فاحنا مثلا لو جبنا دي عشان هي شبه بتاعت ابل، بس طبعا ما بتصغرش وما بتكبرش. نلاقي بقى في عندنا حاجات كتير. في الاتصال، الساعه دي ممكن تتصل منها. في الكاميرا لو موصلها بموبايل تقدر تلتقط الكاميرا، وفيها جهات اتصال ومسجات وخطوات ومنبه، وفيها النوم، وفيها ان انت قعدت قد ايه والخطوات بتاعتك وجريت قد ايه، والسايكلينج. فيها الاب داونلود بتاعها، الابلكيشن بتاعها ممكن تعمله داونلود، والطقس والجريد والمزيكا وفيسبوك. بس طبعا ايه ده لما يجي لك منه مسج، انت مش تخش على الفيسبوك نفسه. طيب يعني انت دلوقتي شفت كل الحاجات دي، هل الحاجات دي فعلا كلها شغاله بكفاءه او بتاع؟ لا، ده مش حقيقي. تجربتي مع الساعه دي تجربه غير موفقه تماما. الساعه دي اولا بتفصل لوحدها، يعني انا لو ما استخدمتهاش واستخدمت مثلا ساعه ثانيه او بند ثانيه او كده، الساعه دي هتفصل مني لوحدها من غير ما حد يعمل لها اي حاجه، تفصل. ولازم تشحنها بالشاحن اللي جاي معاها، اللي هو الشاحن ده شاحن غريب جدا، يعني مش بتلزق فيه جامد، انت تقعد تدوس عليها شويه كده عشان تلقط الشحن. حتى انت لما تدوس على سنون الشحن بتاعته بتحس خفيفه. طبعا في اي شاحن لان هو بيجي معاه بي اس بي او في اللابتوب او الكمبيوتر، وتبتدي تشحن. ما تشحنش بسرعه، بتسيبها فتره تشحن ساعتين ثلاثه مثلا عشان تشحن شحنه كويسه، وما بتبقاش عارف هي هتفصل منك في قد ايه. يعني لما بتبقى مثلا واخد ساعه مثلا او حاجه، يقول لك دي بتقعد 14 يوم، دي بتقعد 7 ايام، دي بتقعد يوم، دي بتقعد نص يوم. دي ما تعرفش انت وحظك، ممكن تبقى لابسها وتفصل لوحدها من غير ما تعمل لها حاجه، وممكن تبقى سايبها اصلا ما لبستهاش وتفصل برضه من غير ما تعمل لها حاجه، مع انك مش سايبها مثلا كتير، سايبها يوم ولا اتنين. فلازم دايما تحطها في الشاحن، تبتدي تشحن كتير وبعد كده ايه تفتح معاك. فدي حاجات ما عجبتنيش خالص في الساعه دي. الحاجات اللي ما عجبتنيش برضو في الساعه دي البيزلز الكبيره والجرافيكس بتاعتها شكلها مش حلو قوي، وكمان المايك بتاعها مش حلو. ايه الناس هتيجي في الكومنتات تقول لي طب سمعنا المكالمه، طب مش عارف. يا جماعه والله انا مش بطلع، انا ما بحبش اطلع عيب في منتج ولا اقول لا منتج ان هو جامد قوي وخلاص. لو منتج عجبني جدا بطلع اشيد بيه جدا. كده كده ما فيش سبونسر. انا لما بقول على حاجه زي دي كده بقول من تجربتي انا الشخصيه، يعني انا فعلا انا حبيت المنتج ده، حبيت ان انا استخدمه. في منتجات كتير قوي لسه بستخدمها لغايه دلوقتي عندي. انما لو في حاجه زي ما عجبتنيش مش لازم بقى اطلع عيب فيها جامد. بس انا نصيحتي لاي حد بيفكر يشتري الساعه دي ما تشتريهاش لاي سبب انت عايز تشتريها عشانه، ما تشتريهاش. ما تديهاش هديه لحد، ما تشتريهاش لنفسك،
ممكن تشتريها على شويه، بس مش هيفرح بيها برضه، يقول لك بتفصل بسرعه، بتبوظ بسرعه، مش تستحقش خالص انت تشتريها، وهي سعرها تقريبا دلوقتي بيوصل في 500 او اكتر، 500 جنيه، فلا كتير. انت ممكن تجيب باند اكرم لك من كل ده، باند هتبقى جميله، باند شاومي باند 5 مثلا، شياكه وجميله، وكان لنا ريفيو عليها هنا في القناه. اونر باند 5 او اونر باند 6 او ريلمي باند او اي باند، حتى سامسونج فيت 2، يعني اي باند انت هتجيبها هتبقى اميز من دي بكتير. فهي انت بتحطها كده، ناس كتير ما بتعرفش تربط الاستراب ده، انت المفروض بتحط دي كده، وبعدين بتقفل مثلا الزرار ده على اي فتحه انت عايزها، فتبقى كده. لا، هي بقى دي ما تفضلش كده، المفروض بتدخلها من هنا وبتبقى كده، ده شكلها. تعالوا البسها واوريها لكم، عشان لو حد معاه ابل ووتش، معاه ساعه زي شبه دي، لان في شركات كتير قلدت ساعات ما بيعرفوش يعملوا الاستراب. فانا اهو بلبسها كده، احط دي كده واحط دي من هنا من تحت، وبس كده بقى انا لبست الساعه دي. دي كانت كل حاجه عن الساعه بتاعت النهارده، مش عايز اعمل الفيديو وخلاص. الساعه بصراحه ما انصحش ان حد يشتريها خالص، ولا حتى ب 100 جنيه بصراحه، وانا ما ارتحتش في التجربه معاها. فدي كانت كل حاجه في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه اعملي لايك عشان تساعدني في نشر المحتوى، واعمل اي كومنت باي سؤال انت عايزه وانا هرد عليك ان شاء الله. شكرا ليك، اتفرجت على الحلقه للاخر، بشكرك، السلام عليكم.